الله حي الشباب، الله حيه، الله حيه، نورتمنا على راسي. أول الحلقة بدي أقول لكم مثل ديري مشهور: خذ الصفرة ولا تبالي إن الصفرة من شيم الرجالي. هذا المثل بحيل مشهور عندنا، مو شوي بحيل مشهور. عرفتم شلون؟ يعني فهموا. واليوم حلقتنا عن واحد من الدير عامل جاي يحكي له كم كلمة وينقلع. تعال نشوف شكون الوضع. أبو حميد، تفضل أبو حميد، فوت تفضل، رحبوا بيه. الله حي ابو حميد الورد، الله حيه. حي من قال. شلونك؟ تمام. اخبارك؟ على الله. شلون امورك؟ والله الحمد لله بخير. ليش جيت على البسكليت؟ لا والله حب مشي. والله انقطع الزرد علي على الطريق. والله؟ يلا فوت انترش قدامي. السؤال الاول هو مهبول من دير الزور، معروف جدا وخصوصا بسوق الهال، والاسم الحركي تبعه ميادة. 1 بطاطا، 2 حبة، 3 هنودة، 4 فاضل. والله انا متأكد من 4 فاضل. جواب نهائي؟ جواب نهائي اخوي. جواب صح، وصار صح. معاك 500 ورقة. استاذ احمد، خلينا نبلش بالسؤال الثاني. جماعة من محافظة دير الزور عظامهم ذهب ويخرون الماس. 1 البوكمال، 2 المياذين، 3 العشارة، 4 الحويقة. المياذين بلا شك، انا متأكد. متأكد كتير؟ جواب نهائي؟ متأكد؟ متأكد حيل. جواب صح، وصار معاك 1000 ورقة. تعرفوش هاي ال1000 من أول ما فتحنا البرنامج ولا متسابق جابها. خلينا ننتقل للسؤال الثالث. الحلفان الدير المتعارف عليه عالميا ومحليا هو: 1 بالقرآن. أشكلك هذا، أنا أتوقع هيك. في خيارات أستاذ أحمد: 2 بعرض أخت الحلي، 3 بالنباية، 4 بالمصحف. والله حلفاناتكم كثيرة أنتم يا هالديرية، بس يعني أتوقع لك 2 يعني بعرض أخت الحلي، هيك أشك. يعني أنت ما أنت داري أفهم منك؟ لا والله داري، بس يعني خيو متأكد؟ متأكد حالي معلم. 2 بعرض أخت 2. جوابك صح، بعرض أخت الحلي. روح جخ، وصار عندك 2500 ورقة. بالحرام كنت فكرك جعشة. خلينا ننقلع للسؤال الرابع لأنك كوشت نفسي. أطيب مطعم بدير الزور هو: عندك 1 أبو رواح، 2 النيروز، 3 أبو دليل، 4 أبو حسني. أبو دليل خيوه، هذا فلافلة طيبة بحيل، أنا بحيل أحبها. شكون رأيك أنت؟ معقولة؟ متأكد خيو أبو دليل، هيك إذا شك أنا. مع متأكد 100%؟ لا والله. والله يا سيدي جوابك صح. روح صح الجواب، هو أبو دليل. وصار معك 5000 ورقة. جخ يا قواد بعرس امك ما جبتها. يلا ابو حميد بلأك الخرا، خلينا نفوت بالسؤال الخامس. هذا السؤال خطير حيل، يعني بشكل مو طبيعي. والسؤال هو صاحب مقولة ذبينة ومعنوياتنا على الله والاخوي هو: عندك 1 ابو نعيم، عندك 2 المرابط برغي، عندك 3 صمود، عندك 4 ابو راس. تراك صعبت السؤال بحيلها، واريدك تدخل على الهنودة.com. استاذ هنودة معك 30 ثانية. ولا اسعفني ولا اخوي هنودة، ولا السؤال صعب. اسمع، صاحب مقولة ذبينا ومعنوياتنا على الله والاخوي هو ابو نعيم ولا المرابط برغي؟ يمكن ابو نعيم، يمكن. وشكون يمكن؟ ولا جاوبني يا الله. والله يجوز ابو نعيم، يمكن ابو نعيم. انا فاتح. متأكد إلا لا؟ أريد جواب نظامي، لا تهبل لي. جحق، أنا فاتح كتاب التاريخ كله، ممر عليها القنادر كلياتها. شكون أبو نعيم؟ مرابط برغي ولا بسمار؟ برغي. يا الله. عادي عادمي حاله. والله أتوقع لك أبو نعيم خيو، شكلك هو. حط لي نعيم، حطه. والله ابن نعيم غلط. الجواب هو المرابط برغي. هذا بخير انت دقيت على هالحمار وحكيت معاه الجحش هالنودة. لا عاش امرها. لا تحكي عليه خويي هذا. ايوه والله هذا خويك، روحك. هسه يطلع لك معانا 10000 ورقة. خذها وانقلع من هون. يلا تفلوا عليه. يلا روح انقلع من هون. وياتنا معون، وياتنا على الله اخوي، وياتنا معون ما يمر. ذبينه
ذبانة. ايه يسلخها.